باهي. سي الباجي ما جاوبتنيش الان على سؤالي باش موليش حوار ما بين لا يولي وانا ما لا سامحني لا وكان ما رجعش بالكلام ليا ما يسالش سمير. اولا مش يرجع له حتى اللي يبطل هو لا نرجع له حتى اللي يبطل. اولا حركه النهضه في اختيار قياداتها ما تصورش سلباجي قال سبسي باش شكون يخير قياداته مش من قياداته، هذا واحد. وثانيا ما تخيرش يا ما عجبونيش من فضلك سلباجي خليك غادي خليك الباجي باهي سلباجي خليه يوصل. وثانيا القصرين نتقابلوا في القصرين حتى تدخلها القصرين. لا انت ما تدخلهاش القصرين ماني نعرف عطاوك تريحه. اي واضح اعطانا تريحه. اللي جاب لك اخبار كيفك انت يزيف الحقائق كيما تزيف انت الحقائق. سي وليد سلباجي سي وليد خلينا نجاوب. كان المستوى بتاعه نزل هذا سلباجي معناها واحد عمره 86 سنه هذا خرف وهذا مصيبه على تونس في المستقبل. لكان هذا بالعقل هذا باش يستنى على انه هو الان يرشحوا فيه للانتخابات، فهذا خرف. والاصل في الشيء هذا يمشي معناها يمشي يرتاح وشوفوا له مأوى العجز يقعد فيه. ما تصوتش عليه بالله. لا حتى تصوت عليه. او جاء قانون تحسين الثوره. انت شوف كيفاش يا سي وليد قال لك حتى اسمه ما يعرفوش. انت تعرف تاريخ وليد البناني حتى تتكلم عليه، وتعرف تاريخ وليد البناني في القصرين حتى تتكلم عليه. او باين فيك او باين عليك. باهي سي وليد نجموا نكملوا نتكلموا معاك الناس. هاك جاوبتوا تحب نخدم لك. لكن باش يواصل كيف هكا والله لا سكت ليه. باهي لا مش هكا لا النوامر نتاعو يخليها غادي وقت. اسمع في القصرين وقت جيت انت وجماعه انت باش القصرين ما تنساش ليك واش عملت فيها في عاد اليوسفين. وقت جيت انت بورقيبه جماعه بورقيبه ومنعت انت وزوج من وقتها انت في القصرين مش مقبول. انت مش مقبول.